السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استقر مسؤول باريس سان جيرمان الفرنسي على خطة إعادة هيكلة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وكشف مراسل شبكة RMC سبورتس أن النادي الباريسي لن يكتفي بالتعاقد مع ميلان سكرينيار في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقد المدافع السلوفاكي مع نادي إنتر ميلان. وأشار إلى أن PSG سيركز في فترة الانتقالات الصيفية على ضم عناصر شابة لتجديد دماء الفريق. وأضاف: أما بشأن الراحلين فقد تم الاستقرار أيضا على الاستغناء عن جميع اللاعبين المعارين من الصيف الماضي. وأكد أيضا أن لويس كامبوس المستشار الرياضي للنادي الباريسي لا ينوي الاعتماد على النجمين ليونيل ميسي ونيمار جونيور في الموسم الجديد. وتشمل قائمة المهددين بالرحيل عن صفوف الفريق الباريسي بعض اللاعبين الجدد الذين انضموا للفريق مطلع الموسم الجاري. ولم يحقق العملاق باريزي استفادة فنية من صفقاته الست، وهي هوغو إيكيتيكي وكارلوس سولير، فابيان رويس، ريناتو سانشيز، نوردي موكيلي وفيتينيا.